يا عالصدمة يا جدعان. دلوقتي زوجتي من كذا سنة بدأت تدي دروس للأطفال في البيت عندنا، ولأن السبب كان حبها لمهنة التعليم فكانت بتديهم بمبلغ قليل، وبطبيعة الحال كان في ناس بتفصل في المبلغ القليل ده في المنطقة اللي أنا ساكن فيها. المهم كنا في عمارة ما نعرفش حد فيها تقريبا، ولكن بما إن زوجتي بتعلم الأطفال فمعظم الناس كانت بتعرف الناس اللي تعرف. وفي يوم جت واحدة من بعيد وما تعرفها وطلبت من زوجتي إنها تدرس لأطفال وتعمل لها تخفيض شوية علشان جوزها متوفي من فترة قريبة والحمل تقيل عليه. فاتفقت زوجتي معاها على نص قيمة الدرس وهتعلم الطفلين مش طفل واحد. فلما عرفت شكرتها جدا، وهو كله لوجه الله. ولما جم الطفلين ولد فيهم كان شقي جدا، فاخوه بيقول له والله لا اقول لابوه. المهم يوسف ابني حكى لي وقال انا حاسس يا بابا ان الست دي بتشتغلنا وجوزها عايش. فقلت ليوسف ابني ان الطفل اللي بيتعرض لصدمة فقدان شخص عزيز عليه ممكن يتعامل معاها ان هو مش مصدق، لحد ما في يوم وانا نازل من الاسانسير لقيت ولد فيهم وسلمت عليه وكان جنبه راجل. الراجل ده سلم عليا وقال لي ايه اخباره في الدرس، اتمنى ما يكونش بيعمل مشاكل. قلت له لا خالص ده عسليه. هو حضرتك قريبه؟ قال لي ايوه انا ابوه.